السلام عليكم. انا سميتي سعد. اليوم جيت نحكي لكم حكايتي مع مرتي. وصلت 35 عام وقت الزواج، بديت نفكر في الزواج. الحمد لله الحاله الماديه مستقره، بديت نفتش على شي مرأة صالحه نزوجها. بديت نفتش انا وقلت الوالدين تجوا معايا، لقاو لي واحد البنت بنت جيران واحد لافامي، هي ريحه الشحمه في الشقور. مشينا تقدمنا لهم، سولنا فيهم، كلشي يقول الله يعمرها دار، لا البنت لا صحاب دارها لا والديها. صافي زعمت، سمينا الله، جمعنا ورقينا، بدينا نوجدو للزواج. جا وقت العرس، درنا العرس وفي ليلة الدخلة هي طلبت مني نطفيو الضو لحقاش المرة الأولى ديالها وحشمت. أنا تفاهمتها، شي حاجة عادية، فات هداك الشي عادي نورمال. غديه الصباح فقت تشعل المانطا اللي كنا ناعسين عليها ملقيتهاش. قلت فرها المانطا وحوايجك الداخلية، قلت لي هادي غسلتهم. لا علاش ما كانش يحتاج نغسلهم، هادي أول مرة ونقيه بلا وكذا وكذا. المهم انا ما بغيتش نحكر، راك عارف بالزواج من الاول بدا بالشك ماشي مليح. هاد الشيء عادي، فهاد الشهر الاول تزوج، الثالث ورا واحد المده بان لي البنت بحال داك الشيء اللي عنده علاقه بالنعاس. الدريه كتطور بواحد الطريقه سريعه بزاف، تقولوا لي كده تعرفتها شي حاجه عادي، كنت جيب ماصو الدار واخا انت ما عندكش علاقه هذيك الحرفه، ولكن كيبان لك المعلم ماشي معلم. المهم في الاول كنت تبان شي حاجه ابتدائيه برهادي بيضون، مي ولكن بالمده ولات تولي بحال محترفه، ولات مطوره بواحد السرعه كبيره. داكشي كيجي عن طريق سنوات، هي عن طريق اشهر ولات مطرقه. تقول لي قرات باغ انترنيت، ممكن، ولكن ماشي كتقرا باغ انترنيت تولي ديرهم هذيك الاحترافيه. الشك بدا يجيني، قلت لها بغيت نسولك هذيك المانطا تاع هذاك علاش غسلتيها؟ بقات تهرب وكذا. المهم ما بغيتش نحكر، راك عارف حنا مزوجين وهي شريكتي، الشركه ما خصهاش تكون بالشك ناوي. ولكن هذيك الفكره ما بغاش تمشي لها من الراس والو. فات شي شهور اخرين ونجي نقبضها، نقولها شوفي بغيت نسولك وتجاوبيني، ما غير لا ناكل ولا نشرب وتجاوبيني، ما غاديش نطلقك. هذيك المانطا علاش راكي الجنس اللي كنديرو انا وياك راه كديريه بشكل احترافي؟ هذيك المانطا علاش قلعتيها؟ وهي تعترف تقول لي قلعتها لحقاش بقات عليا كنت مصاحبه مع واحد مده طويله، وجا خطبني وثقت فيه وضحك عليا. انا تما تصدمت، قلت لي برك كنتش عزبه ليا واه كنتش عزبه كنتش عزبه. المهم بقيت مصدوم، قلت لها فوقاش كنتي غادي تقولي لي الحقيقه؟ قلت لي خفت لقاش كنقول لك الحقيقه تخلي عليا وانت ولد الناس، الله يعمرها دار بحال لقيت شي ولد الناس بقيت نشوف فيها. قلت ما صالحتنيش في الاول، قالت لي خفت. لا المهم مشيت برت شويه وليت لها، قلت لها خلينا نكملوا عادي. وانا في الاول ما كنتش نشك فيها، ما كنتش نفتش لها التليفون كما قلت لكم قبيله، لقاش كنت ناويها مرتي والشك ما كاينش بين الزوجين. ولكن هاد المره وليت نحظي، بقيت نحظي واحد التصرفات في العمق شارط لهم البال. كتبان لي غير مرة كطيب لي، كتعتني بيا، كتهلا فيا. دابا وليت نشوف شي تصرفات اخرين، وليت نشوفها بانها كتخلوها براسها، كتهضر في التليفون في الواتساب، كتلط ميساجا. وليت نكش عليها شي زلات بحال شي كذبات، وليت حاضيها. صافي درتها في بالي، بقيت حاضيها. من واحد المده بانت لي بانها عندها بزاف الكونفرساسيون في الواتساب، الناس كتار كتمحي لي كونفرساسيون. وليت نشوفها بانها تحس بها كتخرج مور ما غنخرج انا نمشي نخدم، تخرج من الدار بلا خباري. شي كثر بديت نناقش معاها، بدينا الغوات والنقاشات والصداع. انا كنت ناويها بنت الناس، ولكن نقول دابا ما حناش نعمم، كاينين بنات الناس ولكن كثروا دابا في هاد الوقيته بزاف كيتنكروا هما بنات الناس وماشي بنات الناس. المهم بقى في الدباز، بقينا انا وياه في الدباز والنقاش حتى اضطرنا نقرروا باش نطلقوا. المهم طلقنا، بقات تحك فيا، بقات تاكل فيا بزاف بحال الغدر. المهم طلقنا فهاد شي شهورا ومازال كتاكل فيا. لقيت واحد الصديق ديالي قلت الحومه، حنا جالسين انا وياه مقهويين، وحكيت له قلت له شنو صرا من المرته الاولى. بقى فيه الحال، قال لي علاش ما تشوفش هذيك البنت الحومه اللي في الحومه، حنا نسميوها زينب باش ما نديروش التشهير. علاش ما تشوفش زينب ساكنه بوحدها وكاع الناس الحومه يهضروا وينموا عليها ماشي مليحه، ولكن تبان الله يعمر هذا. وانا قلت له شوف راك شفت الناس كامل كيقولوا عليها ماشي مليحه، قال لي تبقاش ديها في النميمه ديال الناس اصاحبي، راك عارف الناس منممين، عمرنا شفنا شي عيب فيها. دائما تمشي وتجيب بوحدها، كتلبس مليح، ما كتلبسش الكسوه مزيره ودائما حاضره راسها. عمرنا شفناها وديت بشي طوموبيل تاع شي واحد ولا شفنا منها شي عيب. مر الله يعمر هذا، غير الناس كيشوفوها ساكنه بوحدهم يطلقوا لسانتهم. راك عارف النساء وهضرتهم بونسوان، هضرتو بقى طور لي في دماغي. واحد النهار حطيت الطوموبيله قدام الدار ديالها، كنت نتسناها
نتسنى تجي جايه ونخرج من الطوموبيل ونعيط لها: زينب زينب. وهي تدور فيا، تدور عندي وتشوف فيا: مالك شنو بغيتي؟ لا واش ساكنه بوحدك؟ وهي تقول لي: صغير اش راك تسول؟ قلت: سمحي لي ما تنوياش مني قلت الصواب، انا باغي منك الحلال وبغيت نشوف شي والدين نسولهم ولا. قالت لي: شوف انا مقطوعه بشجره، بغيتنا نديرو شي حاجه في الحلال ولا اجيني ديريكت. قلت لها: صافي خلي شي حاجه اون كونتاكت، نديرو شي جلسه شي كافي ونهضروا. قالت لي: صافي. المهم تلاقينا جلسنا في شي قهوه. قلت لها: شوفي انا باغي معاك الحلال. قالت لي: شوف اجيني ديريكت، هذاك الشيء ديال الطوران ولا ما معاياش. قالت لي: شايفك انت بنت الناس الله يعمرها دار وبغيت معاك الحلال. قلت لي: شوف انا مقطوعه بشجره، انا كنت ساكن، انا من الخيريه، ما خرجت كنت 18 عام، ما لقيت حتى شي واحد يحميني، شي واحد يعيني، شي واحد يتهلا فيا. تلاقيت مع شي بنات ما يسواوش، وراك عارف شنو كاين فساد وهداكشي، ولكن عفا عليا ربي دابا راني خدامه، خدمه الدار الخدمه، مهر ليا في راسي، نقيه متوله. وعلاش نقول لك انا راني كذا وراني كذا؟ ولكن كون بغيت بسم الله، كون ما بغيتش الله يعاون. راني اصلا عايشه مليحه والحمد لله. انا تخلعت، صدمت بداك الاسلوب اللي كتهضر نيشان ديريكت. بقيت نشوف لا صافي نديرو خيط الكحل في الابيض. المهم فات واحد الايامات نتصايب الورق، تزوجنا. بنت في الشهر الاول احترمني، توجد لي ماكلتي، قدراني، تهضر معايا مليح. فات المده الله يعمرها دار، بغيت ندير شي وليد يجمعنا بزوج. درنا وليد، البنت ما تغيرتش، كنتعصب نوض نغوت، كتسكت كتهضرش، حاضره راسها. كنخرج معصب، كنبرد، كنعرف راسي غلط في حقها، كنولي نطلب منها السماح، كتعاملني مخير، كتهلا فيا وبنيه لي ولدناها، تهلا في والديا وفي خوتي. المهم الله يعمرها دار. حنا هاد القصه خص تعلم منها مغزى. كاين اللي الماضي ديالو مليح ولكن ما كيسواش، كاين الماضي ديالو ماشي مليح ولكن الله يعمرها دار، قلب صافي ورحيم. فلذلك عمرك ما تحكم على عباد الله لا من الماضي ديالهم لا من الظروف ديالهم. هذه القصه ديالي، ان شاء الله غادي نحكي لكم قصه اخرى. الى اللقاء، الفيديو القادم. ما تنساش ابوني، اشتراك وجيم، بارطاج.